يستعدون لكأس إفريقيا بمواجهة من العيار الثقيل. تواصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتصالات مع العدد من المنتخبات الإفريقية من أجل برمجة ودية للمنتخب الوطني المغربي شهر نوفمبر المقبل في إطار تحضيرات لنهائيات كأس إفريقيا التي سيحتضنها المغرب ما بين دجنبر ويناير القادمين. وعلم لدى أن الناخب الوطني وليد الركراكي يفضل مواجهة المنتخبات من العيار الثقيل بالقارة السمراء، ويتعلق الأمر بنيجيريا والسنغال والكاميرون والكوت ديفوار ثم زيمبابوي، على أن يتم الحسم في اسمين منهما للخوض المواجهتين. وسيستهل الأسود ببرنامج إعدادي شهر أكتوبر القادم بخوض مباراة ودية أمام المنتخب البحرين يوم 9 من شهر ذاته على الأراضي المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني كان قد ضمن بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 المقرر بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بعد فوزه العريض على النيجر ب5 أهداف دون رد في 5 من سبتمبر الجاري. لا تنسوا أصدقائي الضغط على زر لايك باش يوصل هذا الفيديو هذا لكاع الناس المهتمة بالرياضة. وإذا كنتي أول مرة كتشاهد القناة ما تبخلش علينا بالاشتراك ديالك.